أهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. كتير مننا بيحفظ كلمات إنجليزي بس بيتفاجئ إن الكلمة الواحدة ممكن يكون ليها أكتر من معنى وبيختلف حسب السياق. في فيديو النهاردة جمعت لكم قائمة ب 44 كلمة وتعبير من أهم الكلمات في اللغة الإنجليزية. هنفصص كل كلمة ونشرح كل معانيها وناخد أمثلة بالإنجليزي والعربي عشان تثبت في دماغك وما تنساهاش أبداً. ورقة وقلم وكوباية الشاي بتاعتك ويلا بينا نبدأ. الجزء الأول: الطبيعة والوصف. Shamrock. Shamrock المعنى: نبات النفل، وهو رمز أيرلندا الشهير المكون من 3 أوراق. المثال الإنجليزي: He wore a pin shaped like a shamrock. المثال العربي: ارتدى دبوساً على شكل نبات النفل. Clover. Clover المعنى: نبات البرسيم. The cow is eating clover in the field. البقرة تأكل البرسيم في الحقل. Clever. Clever المعنى: ذكي أو ماهر. She is a clever student who solves math problems quickly. إنها طالبة ذكية تحل مسائل الرياضيات بسرعة. Cover. Cover المعنى الأول: اسم، غطاء. Put the cover back on the box. ضع الغطاء مرة أخرى على الصندوق. المعنى الثاني: فعل، يغطي أو يخبئ. Please cover your mouth when you sneeze. من فضلك غطي فمك عندما تعطس. المعنى الثالث: فعل، يغطي التكاليف. This money will cover my travel expenses. هذا المال سيغطي تكاليف سفري. Leaves. Leaves المعنى الأول: اسم، جمع leaf، أوراق الشجر. The trees drop their leaves in autumn. الأشجار تسقط أوراقها في الخريف. المعنى الثاني: فعل مضارع من leave، يغادر أو يترك. The train leaves at 8 p.m. القطار يغادر في 8 مساءً. Reminder. Reminder المعنى: تذكير، شيء يجعلك تتذكر أمراً ما. I set a reminder on my phone to call my mother. قمت بضبط تذكير على هاتفي للاتصال بوالدتي. Roots. Roots المعنى الأول: جذور النباتات. The roots of this tree go deep into the ground. جذور هذه الشجرة تمتد عميقاً في الأرض. المعنى الثاني: الأصول الإنسانية أو جذوره الثقافية. He traveled to Egypt to discover his family roots. سافر إلى مصر ليكتشف جذور عائلته. Heart. Heart المعنى الأول: القلب، عضو الجسم. Exercise is good for your heart. التمارين الرياضية مفيدة لقلبك. المعنى الثاني: جوهر أو صميم الشيء. Let's get to the heart of the problem. دعونا نصل إلى صميم أو جوهر المشكلة. Shaped. Shaped المعنى: مشكل أو يأخذ شكل معين. She bought a bag shaped like a star. اشترت حقيبة على شكل نجمة. قبل ما نكمل، كم واحد فيكم كان عارف أن كلمة leaves ممكن تيجي بمعنى أوراق شجر وبمعنى يغادر؟ اكتبوا لي في التعليقات تحت. ويلا نكمل مع الجزء الخاص بالرموز والدروع. The Celtic Shield. The Celtic Shield المعنى: الدرع الكلتي. درع تاريخي استخدمته القبائل الكلتية قديماً ويتميز بنقوش معينة. المثال الإنجليزي: I saw an ancient Celtic shield in the museum. المثال العربي: رأيت درعاً كلتياً قديماً في المتحف. Shield. Shield المعنى الأول: اسم، درع. مثال: The knight carried a heavy iron shield. ترجمة: حمل الفارس درعاً حديدياً ثقيلاً. المعنى الثاني: فعل، يحمي أو يقي. مثال: He wore sunglasses to shield his eyes from the sun. ترجمة: ارتدى نظارة شمسية ليحمي عينيه من الشمس. Symbolizes. Symbolizes المعنى: يرمز إلى. المثال الإنجليزي: The dove symbolizes peace. المثال العربي: الحمامة ترمز إلى السلام. Sword. Sword ملاحظة، تكتب هكذا وليس soured. المعنى: سيف. المثال الإنجليزي:
The king fought with a sharp sword. المثال العربي: قاتل الملك بسيف حاد. Patterns. Patterns المعنى الأول: أنماط أو نقوش متكررة في القماش أو الرسم. مثال: I like the patterns on this carpet. ترجمة: تعجبني النقوش الموجودة على هذه السجادة. المعنى الثاني: نمط سلوك أو طريقة متكررة. مثال: The study shows new patterns in consumer behavior. ترجمة: الدراسة تظهر أنماطاً جديدة في سلوك المستهلك. Defense. Defense المعنى دفاع. المثال الإنجليزي: The team played excellent defense in the final match. المثال العربي: لعب الفريق بدفاع ممتاز في المباراة النهائية. Weapon. Weapon المعنى سلاح. المثال الإنجليزي: Education is a powerful weapon to change the world. المثال العربي: التعليم سلاح قوي لتغيير العالم. Familiarity. Familiarity المعنى ألفة أو معرفة جيدة بشيء أو شخص. المثال الإنجليزي: His familiarity with the software helped him finish the task quickly. المثال العربي: ألفته أو معرفته الجيدة بالبرنامج ساعده على إنهاء المهمة بسرعة. Symbols. Symbols المعنى رموز. المثال الإنجليزي: The pyramid is one of the famous symbols of Egypt. المثال العربي: الهرم هو أحد الرموز الشهيرة لمصر. الجزء الثالث: الحياة اليومية والأفعال. Upbringing. Upbringing المعنى تربية أو نشأة. المثال الإنجليزي: He had a strict upbringing in a small village. المعنى العربي: حظي بتربية صارمة في قرية صغيرة. Bringing. Bringing المعنى إحضار أو جلب. الفعل المستمر من bring. المثال الإنجليزي: She is bringing some food to the party. المعنى العربي: إنها تحضر بعض الطعام إلى الحفلة. Actual. Actual المعنى فعلي أو حقيقي. المثال الإنجليزي: The actual cost of the project was higher than expected. المعنى العربي: التكلفة الفعلية للمشروع كانت أعلى من المتوقع. Double check. Double check المعنى يتحقق مرة أخرى أو يراجع مرتين للتأكد. المثال الإنجليزي: Please double check the door to make sure it is locked. المعنى العربي: من فضلك تحقق مرة أخرى من الباب لتتأكد أنه مقفل. Get through أو get rid of. الكلمة الأولى get through. Get through المعنى يجتاز أو يمر من خلال أو ينهي عملاً بصعوبة. مثال: We have a lot of work to get through today. ترجمة: لدينا الكثير من العمل لنجتازه أو ننهيه اليوم. الكلمة الثانية get rid of. Get rid of المعنى يتخلص من. مثال: I need to get rid of these old clothes. الترجمة: أحتاج إلى التخلص من هذه الملابس القديمة. Clause. Close الكلمة الأولى clause. Clause المعنى فقرة أو شرط في عقد أو قانون. مثال: There is a penalty clause in the contract. ترجمة: يوجد شرط جزائي في العقد. الكلمة الثانية close المعنى الأول فعل يغلق. مثال: Please close the window. ترجمة: من فضلك أغلق النافذة. المعنى الثاني صفة قريب. مثال: The hospital is very close to my house. ترجمة: المستشفى قريب جدا من منزلي. Straight away. Straight away المعنى على الفور أو حالاً. المثال الإنجليزي: I knew straight away that something was wrong. المعنى العربي: عرفت على الفور أن هناك خطأ ما. Instant. Instant المعنى الأول فوري. مثال:
I like drinking instant coffee in the morning. ترجمة: أحب شرب القهوة الفورية أو سريعة التحضير في الصباح. المعنى الثاني: لحظة. مثال: Come here this instant. ترجمة: تعال إلى هنا في هذه اللحظة. Compliment. Compliment. المعنى: يكمل أو شيء مكمل يجعل الشيء الآخر أفضل. المثال الإنجليزي: The red wine is a perfect complement to the meat. المعنى العربي: النبيذ الأحمر هو مكمل مثالي للحم. Idiot. Idiot. المعنى: أحمق أو غبي. المثال الإنجليزي: Don't act like an idiot. المعنى العربي: لا تتصرف كأحمق. Yoke. Yoke. المعنى الأول: نير، القطعة الخشبية التي توضع حول عنق الثيران لجر المحراث. مثال: The farmer put the yoke on the oxen. ترجمة: وضع المزارع النير على الثيران. المعنى الثاني: مجازي، عبء أو قيد. مثال: They fought to escape the yoke of slavery. ترجمة: لقد قاتلوا للهروب من قيد العبودية. نصيحة سريعة يا شباب، ما تحفظوش الكلمات لوحدها، دايماً حطوها في جملة زي ما بنعمل دلوقتي. مين يقدر يستخدم تعبير straight away في جملة بتعبر عن حاجة عملها النهاردة؟ الجزء الرابع: التغيير، التنفيذ والرفض. 30. Variation. Variation. المعنى: اختلاف، تباين أو تغير. المثال الإنجليزي: There is a huge variation in prices between the two stores. المعنى: يوجد تباين كبير في الأسعار بين المتجرين. 31. Vary. Vary. المعنى: يختلف أو يتنوع، فعل. المثال الإنجليزي: Test results may vary from person to person. المعنى: نتائج الاختبار قد تختلف من شخص لآخر. 32. Varied. Varied. المعنى: متنوع أو متعدد، صفة. المثال الإنجليزي: The restaurant offers a varied menu. المعنى: يقدم المطعم قائمة طعام متنوعة. 33. Fade. Fade. المعنى: يبهت لونه أو يتلاشى تدريجياً. المثال الإنجليزي: The color of the shirt will fade if you wash it in hot water. المعنى: سيبهت لون القميص إذا غسلته بماء ساخن. 34. Disappear. Disappear. المعنى: يختفي. المثال الإنجليزي: The sun disappeared behind the clouds. المعنى: اختفت الشمس خلف الغيوم. 35. Vanish. Vanish. المعنى: يختفي فجأة أو يتلاشى تماماً وكأنه لم يكن. المثال الإنجليزي: The magician made the rabbit vanish. المعنى: جعل الساحر الأرنب يختفي تماماً. 36. Implement. Implement. المعنى الأول: فعل، ينفذ أو يطبق. مثال: The manager decided to implement the new plan immediately. ترجمة: قرر المدير تنفيذ الخطة الجديدة فوراً. المعنى الثاني: اسم، أداة. مثال: Early humans used stone implements for hunting. ترجمة: استخدم البشر الأوائل أدوات حجرية للصيد. 37. Implemented. Implemented. المعنى: منفذ أو مطبق، التصريف الثالث أو كصفة. المثال الإنجليزي: The new rules were implemented last week. المعنى: تم تطبيق القواعد الجديدة الأسبوع الماضي. 38. Implementation. Implementation. المعنى: تنفيذ أو تطبيق، اسم. المثال الإنجليزي: The successful implementation of the project took 6 months. المعنى: استغرق التنفيذ الناجح للمشروع 6 أشهر. 39. Prime. Prime. المعنى الأول: رئيسي أو أساسي. مثال: Safety is our prime concern. المعنى: السلامة هي اهتمامنا الرئيسي. المعنى الثاني: أوج أو ذروة الشيء. مثال: He is a football player in his prime. ترجمة: إنه لاعب كرة قدم في أوج عطائه، ذروة شبابه. 40. Primate. Primate. المعنى: الرئيسيات، رتبة من الثدييات تشمل القرود والنسانيس والإنسان.
المثال الإنجليزي The zoo has a special section for primates. المعنى تحتوي حديقة الحيوان على قسم خاص للرئيسيات. 41. Decline decline. المعنى الأول يرفض بأدب. مثال I invited him to the party but he declined. ترجمة دعوته إلى الحفلة لكنه رفض بأدب. المعنى الثاني ينخفض أو يتدهور. مثال The company's profits started to decline. ترجمة بدأت أرباح الشركة في الانخفاض. 42. refuse المعنى الأول فعل ينطق refuse يرفض بشكل قاطع أو مباشر. مثال I refuse to answer that question. ترجمة أرفض الإجابة على هذا السؤال. المعنى الثاني اسم ينطق refuse قمامة أو نفايات. مثال Please throw your refuse in the bin. ترجمة من فضلك ألقي قمامتك في السلة. 43. reject المعنى يرفض بمعنى يرد الشيء أو لا يقبله لأنه غير مناسب. المثال الإنجليزي The factory rejected the damaged parts. المعنى رفض المصنع الأجزاء التالفة. 44. I get around to football. I get around to football. المعنى تعبير idiom يعني أجد الوقت أخيراً لممارسة أو متابعة كرة القدم بعد انشغال أو تأجيل. المثال الإنجليزي I was very busy all week, but on Sunday I get around to football. المعنى العربي كنت مشغولاً جداً طوال الأسبوع، لكن يوم الأحد أجد الوقت أخيراً لكرة القدم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شرحنا 44 كلمة وتعبير، فصصنا معانيهم وخدنا عليهم أمثلة عشان تفهم السياق صح. أكبر غلطة ممكن تعملها في الإنجليزي إنك تحفظ الكلمة بمعنى واحد بس وتتجاهل باقي المعاني. سؤال حلقة النهاردة: إيه هي أكتر كلمة اتفاجئت إن ليها معنى تاني غير اللي كنت تعرفه؟ اكتب لي في التعليقات. لو عجبك الفيديو وحسيت إنك استفدت، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.